صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وي محرم بيحجد يدين وجه عاشر دين سخط وجه وي مركبة دين وجه ديرش مركبة شردال قابل دولت دال عبادة ساغ قابل دولت دال وحقنش كرت شرشح الله رياسخ قوش نيغتح داخل ليل ديك عملية توفيق لولدين وي اقدين وشك وي ماخك دقنا وعشق يتجي تازيت خند وي اشتخش وخا ساكانك مهتك خلرغه دق ادم وعشق ديتلوجي دق ادم و كودم بوسجي مهتك خني از كانك باش دان كانك ورس سبق دال سقخ يتم بي باهن ازدولوجي دق اماشتيقي برت خنب بيتك وينيقي برت يشلجي خيند بين ويكينخ ويقمنخ ديك خلره ديغنخ وينيقي خلر قوش داخر سبيلخو قاهيجش برج قوش بياخر خش عشي بولوش قاهيجش اشت ساغلوش برج عادل ورع بولغوي مصبوا نخ سبيلخس داقه ليحتا دايتر ام بغد وي اجنخ اشت خوز ارسال بالرغ ار نخت بيحكر ار برج وي سقط ساوين بال خلرغ وي سن سقط درغ وي سقطو يق سيلي محكر وي نخي باخ نوخشي وي وجري وي لالغو هيري تشيرسي كاراشاي شركه كبردين بلغاريا اسيت ير مصنعها ادم تديروس اجنخ قحي جبر دعاج دي جبر ارها دق عالنا وعشا بيتلوش مهتي دعاج در يزش مهتي دعاج دي مهتيش حي قربي ماجيش دعاج لوحدر دال دعن جوق بدلر مش بس دلي ديال قيلي دعويزا شوقها اسك حقو شوالر اسك برغور شي ديالنا سنتناها ديانا دوخ سوغدر اشت ديال قخيت منس دال تدعا جوق بدنا حقور ويتر دقنا بكورس بواش تمت بحل بين ب يوخ سوغتو نجيناهك السوغتو يوسك شر واقس شر خلو يتسن هتا ديال قخيت مس ولا شيء دول كش خلره مهتك خلره وي ديال قيل رياض از دوق نعمه تس وي دقني بركل عندي سناها وي قمن بولشانه ارح بولشانه تقمل حيغاشان دال يلسمل ينسبيقن بول دال شي ديزل قاع بركه دولتسان دال باهن از دولش برحجا ولي قحيقا ولي دوشيان ولي دال صندوق البوق بيال ثانيه سوق الدولت اشتزمت جرس وي برت خلبيزك حقيقت شانسو وي تساش خلبيزك حقيقتسو دال اش دولش وعاشي دوكو ديزش لعدق ايمان توفيق لولت كيجينخ استا شي ديك الحقيقه شلون كيجيشناخ اش ارح كيجيشناخ حقيقه اصحى دال شي دو دولتس شو لياز دل يحاشو ويتقوين عبد الناصر وونغ بين بيدني خدوش حمولت الدقوي يا شيخ شيخ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أحبابي في الله، أنقل لكم تحية إخوانكم وأحبابكم في المدينة المنورة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أهلكم وأحبابكم ممن يبلغونكم السلام. Az salam vaşılqaydı şok egir hal yox. Madinati baxışna agar salam vaşılqaydı aşok. Şu an öjü doq bezi şu san doq dezi bolşna agar salam vaşıl egir hal asqaydı aşok. Elhamdülillah والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. egir hal diyal elçin diye salawat qaydı qoyuq. أما بعد فأقول: أبى الحب الذي في قلبي وأخوة الإسلام التي تجمعنا
إلا أن أعود إليكم مرة بعد مرة من أجل أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، تجمعنا كلمة الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وي غاشا ديت دلر وديال صخ شود دقز واشا ديت دلر خند وي أما ده واشا ديت دلر بحن فت ده ديال ويزر بحن سي وي إلش محمد ويزر بحن سي واشا ديت دلر دوي شان برحجر شن سيدول جولش ديكش يوحمش برحجر از درجة معن سنش عدواغش ده ديال ده وينيقي الله تجدول بوصل دين وشل بحن سي بيغمر بحن سي ده زوج. الأخوة والمحبة في الإسلام لها مكانة عظيمة جدا. بوصل دينو بوصلنا هايقي وشل خلدت زي آخر دوا دوش دي سديشي مهتجي شو لقي شان زيوخ بوصلنا هايقي وشل خلدت زي آخر سن مهتجي دينجاها لخير مهتجي سنيوخ. وهي من أوائل ما حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أقام دولة الإسلام في المدينة المنورة. إذا سميتك لقلردك وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدينة بوصل نياحتاج حلقي دوه تشهان اجر جاء ادم سو ستر دي حمله ده يقي وشل خلدت. فمن أوائل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. اجر حلق وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دياج حمله ده سو مدينة باخش بوجناها يقي وشل خلدتان از وشل سو حمنت ستر برسوجو. بمعنى أنه قال لكل واحد من الأنصار لآخر من المهاجرين هذا أخوك أنتم الاثنان أخوان. پیغمبر يالر صلى الله عليه وسلم مدينة باخش بو أنصار جي مكر حباك بالمهاجرين جي إش مصورك يقر سواقش ويجري دشوا ويجري خلراتي حيث صحة تح ستر برسوجو. وقد أظهر الأنصار من قوة هذه المحبة وتسليمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لقوله صورا لو كتبت بماء الذهب لكان قليلا. اشت پیغمبر از وشل اوت دره مل دوخ در یالشه دشو شاك حقیقتا دشو خد ثانیه از دعیاز دش قاچو خبواتش ازل دوخ در پیغمبر از سویقی اوت در وشل یخ. حتى أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في القرآن الكريم فوصفهم بقوله ماذا؟ يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دا القرآن بحاخدر شان يخ دا جبرائيل الملك عادوس لها قرآن بحاخ باب اج مهاجرين اج دوق بيزان نخيان شاش طبيع كان طيسان نخيان شي دي غاديز الحمد لله جح الشي دي غاديز يغطوخش شي ديغ الحلق قشر ديغ مجدوخش سان غلقش ديانا خياخش دا القرآن تحراخ بابقشر. نعم، هذه هي أخوة الإسلام، أخوة الروح والعقيدة. روحنا واحدة ما دمنا مسلمين، فأنا وأنت شخص في جسدين اثنين. هاجل بوصل دينو از بوصل وشل مش دات سوس سنجا حد از وشل ح إيمان حد از عقيدة حد از سنجا دول وشل فت از يوختو بي از مش قيد ديدت وي شدغ دلي يوخ $2 $3 سنة اشت عاشي دوق ديزش خلديتس شيء ولي وعاشي قمال ديج لاتش بوصل شو شدغندش ام بعد $2 $3 سنة اشت عاشي دوق لزش خلديتش. وهذه الأخوة
أقوى من أخوة النسب إذا خلت من الإيمان. Dolaşdı az busul din voşil çoğadı şu an azı nasabıl ha veşil ha yüşil ha deveş 10 yıl nasabı ga teypin ga dolaşdı veşil çoğadı az ne gahsanı iman duacı mesela iman duacı vasak ha teypin veli az iman dolaşı var al teypin veşil çoğadı vuhunuz yoksa. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان سببا مباشرا لهذه الأخوة، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ده القرآن ده أنا دوغ بوصلنا هايقي برت بيلش بوصلنا هايقي مصلحة ديلش هنا بوصلنا وجري بشان إنما المؤمنون إخوة إن لنا وجري بخبأ بات سدعشي إيمان دي خطة دتصويخ سو إيمان دولج ويا هاتان إيمان خلط سياه ما عندتسون أيقر وشل دوغدش وشل خلدت هو إمدلا وليه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم في تلاحمه وتراحمه وتعاطفه بالجسد الواحد. Elçinu yok sallallahu aleyhi ve sellem kusudu aldeş. Busulnaya tuab cemaat hazve ukşaya tuabı sandiga tarişanız. Sandiga tarişanız. Mollağı sandir mecyenik. Elgmalası biyar, sergmalası yar. Derik diga bal hulitso. Issanı tsuiqe sani soktu qiyatçı. Derigi ديغا سوقتو قاشرا تر ثانية سوقتو خلشي مصبوج لاحق سوقتو خليزج اشت بوش بوصلنا. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Peygamberu sallallahu aleyhi ve sellem kutudu aldat koyun yok hoya halqa dehçi bes. Sagi busulnak center bas handiga tarbe suna diga saham laz diyalıç. Yigi mildisa deh korza yak sun dar digertiş. Sun mol malaga dekya hoger sun malaga dar podar işt buhunj busulnak saniga sogutu yeçi maswa busulsaga qahiga diyaziş wa halasa beziş. إن أردنا أن نستشعر هذه الأخوة ونفهمها بصورتها الحقيقية، كل منا مر في يوم من الأيام بأن آلمته قطعة من جسده، إما عينه أو أذنه أو سنه أو أي قطعة من جسده، فماذا حصل؟ هل كان بقية الجسم نائما ولا يهتم، أم أن سائر الجسد كان متعبا؟ وكما كان لو أن هذا المرض فيه هو المرض في العين، لكن كل الجسد تعبان، يدك تعبانة، قدمك تعبانة، كل ما فيك تعبان، لا تستطيع أن تتكلم، لا تريد أن تنام، لا يأتيك النوم. هذا هو التلاحم الذي أراده الإسلام لنا، هذه هي أخوة الإسلام. الحمد لله. وفيق ياش مثلا هار دين أحبين خوش دقز يوخ سحم لص يولش سق واحد يوخ بعد لز بالي لد لز ديالي تسد لز يالي فوق لز بالي از حم لز جح أوجا سوقت واتش قدوا دير نبش صلوا عج أولي يوخ ألت يوخ از حم لز يالش سرق ما أزيت از لز يالش بعد ما بيت از لز بيالش يجي ملد صديق كاد دوتسو أوت دوتسو هنا سن إيلت لاتش از دقد والر سو لزر ديش اشت بشا اش بوصل دخ سحنيك سوقتو قياش وجه بارغت نا بيج بواتش باlı بولش orsa بولش وعاشق اخيت مي بولش خل بيج اشت بوصل دخ. وحتى تستمر هذه الأخوة، لا أن تكون أخوة يوم وبعد ذلك تنتهي أو سنة أو شهر أو أسبوع، حتى تبقى هذه الأخوة ويبقى المجتمع المسلم متماسكا، وضع الإسلام لها 3 قواعد ذهبية
إذا حافظنا على هذه الثلاث القواعد يبقى مجتمعنا كله كأنه شخص واحد. هاجل از واشي دوق ديزر ساندينا خند عدد دواتش كيرا خند عدد دواتش بيتا شرا خند عدد دواتش از بوصل دين وشل واشي دوق ديزر يخيدس الله تدولش بوصل دينو دشو يولش قبراويل يوخ إرسي عدلا ياش قوزكون ديات قوحم ديات دوخ. أول هذه القواعد أن يبنى هذا الحب على قاعدة صحيحة ولا يبنى على قاعدة خاطئة. ما هي هذه القاعدة الصحيحة؟ هي أن تحب أخاك المسلم لما يحمله من خير وإيمان. تحبه لأنه رجل صالح، تحبه لأنه جار صالح، تحبه لأنه أخ صالح، تحبه لأنه صديق صالح، تحبه لأنه حافظ للقرآن، تحبه لأنه عالم، تحبه لأنه رجل يحب الخير للناس. از اگر حال دوغر ملاده از بوصل دين وعاشي دوق ديزر خدر حين سك دوق ويزش خلطشه از دوق ويزر تسأن خلدت زوخ تسأن مش خلدت از فيا خلدس از حون دوق ويز زوخ سو ديش دوا ديك هم بحنسي مثلا قرآن دقيا عمديان ديا دوق ويز حنس يعالن سقون ديا دوق ويز حنس يناخا بيد بيش ديك هم دجوون ديا دوق ويز حنس سنقع دوخش دوا ديك هماش دي اجبحنسي حون از دوق ويزش خولي از عدد دواتش دوا صداق از ديوخ. هذه القاعدة الأولى إذا بنيناها على صورة صحيحة ننتقل إلى القاعدة الثانية. ما هي القاعدة الثانية؟ هي أن تشعر بآلام أخيك وفي حال حاجته تمد يد العون له. وقد تجلت هذه الصورة خلال هذه الأيام الماضية هنا عندكم في أنغوشيا بصورة واضحة جميلة، عندما سقط طفل صغير في الماء لم يقل الجميع ماذا نفعل، هذا ماء قوي ممكن أن يجرفنا وبدل أن يموت واحد نموت عدد، بل تكاتف المجتمع وذهبوا أفرادا وجماعات وبنوا سدودا من أجسادهم في الماء ونزلوا في هذا الماء البارد وجلسوا يبحثون عن هذا الطفل لإخراجه. هذه القصة أعطت دليلا على ماذا؟ على أن الإيمان موجود في قلب كل واحد من هؤلاء الناس، ما حركهم ولا دفعهم إلى هذا إلا إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وشعورهم بألم والد هذا الطفل ووالدته. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لم ينتهوا بأن أخرجوا الجسد وقالوا أخرجناه والحمد لله انتهى دورنا. رأينا المنظر كيف كان تقريبا كل هذا الشعب عن بكرة أبيه كله كان حاضرا في جنازة هذا الطفل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان موجود داخل كل واحد منا. ما هو المطلوب إذن؟ فتش في داخلك وحرك هذا الإيمان وأخرجه دائما، ولا تري الله سبحانه وتعالى منك إلا ما يحب. عندما تكاد تقع في الخطأ ماذا تفعل؟ تذكر أن الله يراني وهو الذي خلقني وأعطاني الإسلام. الحمد لله. وفيوخ شاء الله دوداق ازواشي دوق ديزر وي خود دولش اگر حلقر داره ديال ده حون دوق ويزر مداري فباحنسي تسونقع دوخش دو ديك حماش باحنسي شاء الله دو از دوق ويزر يقير عدد دواتش بوصل دينقع دول دوق ويزر يقير عدد دواتش مش خلديت زوي واشي غودش خلديت زوي سك حش دولش وشانسون أرسا دولش خلديت زوي سون فيش حج خلديت زوي هل اسحم دي يوخ واجي أخميخ كحقيقة از يوخ حزدو قيواتش أهانا ودريد مالدوش عالمنا بعدينت اشت استيازية خلر از كانك لوغش خلر حاجل يوخ أشو خاشي فدد دوي دي حمدات نخ تسموغش خبه يقا نخ بومك يعني نخ شيطان عاتس خوشش
خش عشبان شيل اليولجه خلو يولجه تخش داني كل جش عشحيقش تخش باخش سان دينه شن دينه كيرا بار دينه جنخ باخكره از ايمان خلر از اوخش مل باغش بولش نيخ دگي شو ايمانش خلر دس حكور ويا شولت اها ها حس حكور ورير شدخه اغوش دبي ان سوالش مخ مل ولج واسك يخي باغش مل با نخ باغش تازيت لوردش سن دياتس سن تناخس كودن بيش خلو يقيقش ادم تسك دوتره از بوصل دينو ياخش دو اسلام يخ از بوصل دينو واشي دوق ديزر ياخر اشتوي حجج ملدول شان سانيك سوغتويش اشتقم ارساق دوالش از بال مسنيك دا قواتش خلره از بوصل دينو خل ديت ياخش دو اخوة الاسلام بوصل دين وشليخ. وليعلم كل من وقف في هذا الموقف وساهم في أن يرفع الألم عن هذه الأسرة له من الأجر مثل ما أخذت هذه الأجرة بفقد ولدها. قال صلى الله عليه وسلم: من عزى مصابا في مصيبته فله مثل أجره. هاجل يوخ أخوت إياك سهم السجليلا نغبي يوخ حلو خجليلارش سو خل بيحكا نخ يخي ودج لحتا نخ مولا دوش حمن شيگر اش حلق را بحن خلوج لحتا نخ سلطي حق تازيت بخا نخ سلطي حق سك ورسا إخا نخ وديا نخ والشيط أغوار إزبال كاشا دوع دير سناخا فقوات شوخ سسقا قوات شون يوخ إز كانك ونش ديانا نانا دا لجبوا ميلسانا قوات شون يوخ هنا سك تازيت دولش تازيت كاشا والش خلش سو تازيتي سك دعوخش سو تازيت كاشا والش وسقا خلش بوا ميل سو تازيت دعوخش وخلحون يوخ سن أرسا ملبان نخ سك داق ملياتسا نخ سك دوش مليان نخ سو ديانا نور مسل ميل دال سانا لوحون يوخ دال سن قواش دولدوي. أما النقطة الثالثة، تكلمنا عن نقطتين وباقي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة ما هي؟ هذه الحياة الدنيا تحتاج أحيانا أن تختلف مصالحنا ونقف بعض المواقف التي فيها نوع من التشدد أمام بعضنا. ما الواجب علينا إذا حصل هذا؟ ألا يترتب على هذا الموقف أي غل أو حقد أو حسد على الطرف الآخر، وإنما بمجرد أن ننتهي من هذه الأمور نصفي قلوبنا ويصافح كل منا الآخر ويقول له: أنت أخي وأنت حبيبي، سامحني إن أخطأت في حقك، وإن أخطأت في حقي فأنا مسامحك. وي أحوغ دي قبحان مدري يوغوه أجر حال دوا بحانه وينيقي بوصل بوشل ويواشي دوق ديزر ساندينا شندينا خند عدد دواتش دوق شرش كعبي دي ملدوش خانس خود درفت وينيقي واشي دوق ديزر تسنش نيغتي خالديت تاشين بيد بيزش دالي ياشين غلق ديزش از إيلي يواتش ديال دوح ديكسك وقس لامز دولج وقس مار دولج وقس ديشا سك وقس قرآن ديشش سك وقس ناخا بيد بولش سك وقس يعني از دوق ويزر تسنش نيغتي خالديت از خولي جيان دول حنسوخت شو الله در فدر سقا غويش متي أرسا والر وعاشي حجش خلر ازني قلبي تزيقي خاص تحوري أعواغ بير برقص قوالا در فد ويداخش متي تاتس باش حما جيقي نيسلو الدبيو خلقي ترج نيسلو الدبيو ستوا مج نيسلو الد سنغ ديجي شو حق شي إلا سنغ مو إلا شي يخكا سنغ مو موتر شي ديخكا وعاشي كي لين داغش إش حماش ديل دي شاحت سيوخ حز أندل ديت زوي نقع وعاشي دوق ديزر وين ديزيه إش حماش دعاد واخش ويت حور حلق بيتسا شنق خنب يعني بالت يقوالا برسخلش تحت خده از دوق ويزر كي راد واتش بيت راد واتش شراد واتش ويدين ملدوش خان وعاشي دوق ديزر خده وي دقي شر مو إيلاش مو نيتش سقو ديادولش دا حم قش داق صغيرتش يغز احتوه صغيرتش حاغش يواتش إش حماش دعاد ديت زيوخ تحت از دال ويك خل ديت زي آخر دوا وزي واقي وجه الله هو پیغمبر ويك خل ديت زي آخر دوا صلى الله عليه وسلم وعاشي دوق ديزر سو قا دشو يازونز يازيا يولجي
قو براويلي اس قو زكون دس اش حماج وي لوردي وعاش ديالش از وعاشي دوق ديز عدو حق دار وي يقي خد دروينس. وقد لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق المسلم أي الواجبة عليك تجاه أخيك المسلم في 6 خصال. بوصل سجي يالحق ميتي حق دولج ميتي جيتسون سو از ارسا والويش. أول هذه الخصال هو أنك إذا التقيت بأخيك المسلم تسلم عليه وتقول السلام عليكم ورحمة الله. بوصل سجبيقر ده اجر هالشين بوصل بوش حبعك وجه السلام عليكم يعني سلم بعد الله. والخصلة الثانية هي إجابة دعوته إذا دعاك إلى فرح أو إلى أي مناسبة تجيبه. شاء الله حديد يزرفت حيك ولي يالش حي بوصل بيشس ساغدش متي سجواغش متي يودش متي متش حيك قيكاتش جوبدن دعوخر. إذا جاءك يطلب منك النصيحة لا تتذكر ما دار بينكم من أشياء غير جيدة وتقول فعل معي في اليوم الفلاني هكذا واليوم جاء يطلب نصحي إما أني لا أنصحه أو أكذب عليه أقول له شيئا آخر. لا، وإذا استنصحك فانصحه النصيحة التي لو أنت كنت مكانه تعمل بها. هاجل أخذ بوصل سجديقر حين تبين سو حيقر حيخن بيخي حين تقدر آلسون سو ياخي لك الحمد لله دا حماش دقه وخش سو خان ير اندر وخو وج اندر وخو ير اش ديادر تسي ياخش نجا سنتخن اصحيخم حيقر لوخج ولي يوخ سن نيستر الله يوخ بس دعني سوي الله يوخ. وإذا عطس فحمد الله يعني لا يكفي أن يقول أبشو ويقف، لا بد إذا عطس أن يقول بعد عطاسه الحمد لله. في هذه الحالة ماذا تشمته تقول له يرحمك الله. هاجل نجا سنة تأخذ بوصل سجي حق حبوصل بشيك عشين ديالج ديان شو تعرف الحمد لله إيالج يرحمك الله يعني الله دالك أخيتم بولفه الله ده. وإذا مرض من حقه عليك أيضا أن تزوره وتنسئ له في ماذا؟ بأن هذا أمر بسيط وهذه حقيقة أنت لا تكذب، هذا أمر بسيط وهذه إرادة الله لك والله سبحانه وتعالى ما ابتلاك بهذا إلا من أجل أن يكفر ذنوبك أو أن يرفع درجاتك أو يضعك في مكان عال في الجنة أنت لم تستطع أن تصل إليه بعملك. هذا سكت سموغش خلصون حاجة وخرد بوصل بوش هني سموغش خان سقوي يوخ دالسون كيتشا ميتك خليوخ شي عمل سا قواشك واتش از لزر عيشش ماركات سو ميتي اس قواشك واتش يسون قنوش دير عدواخش يسوغ جيشتش از نجت كيرتش دولش هاي بوصل بوش سموغش خلصون سون زيرتي غولا يوخ. وإذا مات تشيع جنازته وتدعو له بالرحمة وتسامحه عن كل ما بدر منه حتى يلقى الله وليس عليه شيء. سق ولش وصل سقي ديقرز ملاده سنتيازيات وخر صح كودم بوزر. كل ما ذكرنا يتلخص في نقاط بسيطة قليلة. ما هي هذه؟ انتشر في زماننا هذا موضوع الجوالات هذا، أصبح معظم الناس حاله يقف أمام الجوال قالوا في فلان فعل هذا، فلان عمل هذه المشكلة، فلان ارتكب هذا الذنب، فلان حصل منه هذا من أكبر العيوب. يجب عليك إن قرأت هنا خطأ، هل تعلم أنت أنه هذا الخبر الموجود صحيح؟ قد يكون كاذب هذا الذي كتب هنا، صحيح أو ليس كذلك؟ فكيف أنت تنشر خبر وأنت لا تعلم صحته من كذبه؟ قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ما دمت تقرأ هنا وتقول قال فلان وقال فلان فبشهادة رسول الله من يفعل هذا هو كذاب. حجلت أغود يرجع الله غالط دقس أدر از تحر يوخ ويخيودي تغن تلفون جبي يوخ يوخ تلفون حايلي تشوش حبك ملدين دوش دو حم حنيخ اشتور منيخ اشتور ياخش چا غيب تايق دخد بيوخ چا ناخه خاص سيوت سيوخ تشوش در بغدي خاص سينيوخ اس خاص دي خاص سينيوخ بوقول سو حمن سانيق مبيه ادمن چا زيد والسو سو حمن سانيق مبيه يا اسقيكر دو خدير
مستعجل. إذا السبب ما هو الأول؟ الخلاصة الأولى: حتى لو رأيت، اترك الجوال، لو رأيت بعينك من فلان من الناس خطأ استر. قال أبو بكر الصديق: لم أكن خليفة ومررت باثنين يزنيان غطيتهما بردائي وذهبت. هذا هو الستر في الإسلام. وفيق يا إذا تلفونش درمدي يوخ وعلى تلفونش دواتش حين برديش بس بردينر مدوس ميوخ يوخ بيغمر أصحابش أبو بكر حواوي أصحاب ميتك برديش داتي حبيالرس بعد تسقوش سنة يوخ حين مودر برديش تلفونش درم كتبت دوتش مشرس حين برديش مدوس يوخ نيا حماش مدوس نيا غالطش مدوس. وإذا رأيت من أخيك خطأ ليكن نصحك له سرا وليس أمام الناس. نقع سنغال بعدين دلي ناخايقي سنة حيخن بمغيرت لحيوخ حيستر ويحكي هالي غالط دحون حنيستي لحير حتوادي لحير يعني قيلغ الله ناخايقي سنغال قوشد واقش سنة حيخن بيوالصو ياخجي سبس مدي لحز يوخ قيلغ دعنيس في لحز يوخ. والنقطة الثالثة: ادع لإخوانك المسلمين في السر بينك وبين الله. تريد أن تكون مستجاب الدعوة؟ في كل يوم استغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة تكن مستجاب الدعوة. اشتت اخت احر الدراز يوخ از بوصل وشل وينيقي خد دولج ويواشي دوخ ديز دولج ويجرش دعدي يوخ سقنا قاسن غال دولج بعد وينيهم دعدي وزن ديال توابي اسالي نقع سن ازديك واتش بعربيني وزن ديال ديك ويس نيس ويس دينا حبيسنا دال دعن جوبتي وجمتك جميوين خان جميوين دعدي سو حيبوصل باش نستوالك قول جوخ. والنقطة الرابعة: إعانته وقت الحاجة. عندما ترى أخوك في حاجة قف معه بمالك وبنفسك، اذهب وساعده. يعني قال ابن عباس رضي الله عنه: لأن أكون في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد وهو مسجد رسول الله 40 و40 هنا تعني الكثير، 40 سنة، 40 شهر، 40 الله أعلم. اشت تأخذ إحر أدر حي بوصل بشين حم إيشان حسن أولو أتر عسن غدر بيغمر ماجدگي أخيا قرل شوز شيئا حوادات ساتشار شوز بوت أنا حوادات شوز دي أنا حوادات خور الله وتصخ ازل دقت ماجدگي واش حيا قرل بيغمر ماجدگي واقر حيا قرل دزغي ديكا دحون حي بوصل بشين حو ورصا وغر عسن غدر. الخامسة: شارك إخوانك المسلمين أفراحهم عندما يدعونك لزواج، لخطبة، لذكر، لأي حاجة شاركهم ولا تتردد. اشتم الله دو بوصلنا قاعد ولج دو ديكين قاعد يقو خوش حل صار سقردم بلي سقردم صار يقو صار تيازي دلي تيازي تا يقو صار دولج حالا يقو إيغا داغي شخصي داش دولخش حش دواغش خلو يولشان يستخلش ديكو يولشان لوتس باقش اشتخل بز بوصلنا يو. والأخيرة: إذا رأيت أخوك مظلوما انصره. ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة: عرفنا يا رسول الله، كيف ننصره مظلوما؟ نعرف، لكن كيف ننصره وهو ظالم؟ قال: امنعه، قل له: يا أخي أنت الآن على خطأ، وهذا وقد يؤدي بك إلى عذاب الله، أنا لا أريد أن تذهب إلى عذاب الله، قف. اشتتحر أداس حدو الشوخ ناخ ظلم دي واسقوي سن غديل جوخ سن والله أصلش أم بعد ظلم دي جوال شو غديل جان أصحاب جيالوه يا رسول الله يا ظلم شين دي شو غدي يا هرم قيد دوخ ظلم دي جوال شو غدي يا هرف يا هرد حيخم بي الله تسن يوخ محمدي الله تسن يوخ سس الله تسن يوخ سوس ويلا عزنس خوش يوخ تخنا ظلم دي جواسق وي سوس ويره سن غدير دس. إذا فعلنا هذه الخصال يا إخواني لنا فائدتان: فائدة في الدنيا وفائدة في الآخرة. إيش حما جوي دوي شفيت خبوين سأ دنيا شوي سأ آخر دين شوي. الفائدة في الدنيا: يكون مجتمعنا كله يحب بعضه بعضا ويكون متماسكا وينصر بعضه بعضا. دنيا شو عاشي دخل يزش بركتي يولش بوصل بيولش ديكتوا بيولش دواخد الدبي يخدار.
وأما الذي في الآخرة فهو ماذا؟ في اليوم الذي تكون الشمس فوق رؤوس الخلائق شبرا، في ذلك اليوم يكونون من الذين واثنان تحابا في الله. إما دينا خدر ديوين يوخ ملاغ دخوشان يوخ أدمي حانش مالخ عقر قبين مالخ صوب عيق بولش أدمي حانش قيخش دينح دال إن وقت الديان تحنين ديال دو عاشي دوق بيزاشناخ هل سعين كالغدوي يوخوي وعاشي دوق ديسي دال سارع دول دي. أسأل الله أن يجعلنا إخوة متحابين في الله، وأن يجمعنا على الحق وفي الحق وبالحق، ولا يجعل للشيطان إلى قلوبنا سبيلا، وأن يجمعنا كما جمعنا هنا يجمعنا مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت لوائه يوم القيامة وهو فرح مستبشر بنا جميعا ويقول هؤلاء أمتي. أخيط ميولج الله قرديخ ويوخ تحر ويوعاشي دوق ديش بوصل بيجري خلر بغضوش حمن الله تلاتش بغضوش حمن قحدولش شيطان ويدقى تبا نقص حاسبيلش قوان دو عبدوش قيمة دينا بيغمرو صلى الله عليه وسلم يرسى أمة ديان بيغمرو أدولش بيغمرو دوخو ديزدولش سن أمتا ويخدولش سن آخدال دول بيغ عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها المسلمون، إن الحديث عن الحب في الله وعن الصدق في المودة يتجلى في أبهى صورة وأعظم معانيه عندما ننظر إلى سيرة رجل فريد صحابي جليل خط بدمه وماله وروحه أروع ملحمة حب عرفها التاريخ البشري. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم بتقوى الله، أطيعوا الله رحمكم الله. وهو أجر حلقة دال خاصة بشهادة دال بيغمر صلوات ديال قيريان ويوسع ديال شولتي حاجة وغيا غرفت أجر أدم يقي عالم يقي وعاشي دوخ بيزر ديال دوخ بيزر قوش ديال قاول جوا سك حاغ ويولر شي ملوا إيلتسا شي نيتتسا شي ديغتسانية بيغمر دوخ بيزر قوش ديال قاول أبو بكر حاغ ويولر ديال رياض أبو كراخيل. إنه ثاني اثنين في الغار، إنه رفيق الدرب وصديق العمر وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فاشتغل أبو بكر وقص بيغمر الثانية سو غير شح دا القرآن آية صحيح وقص سو غير شح تشيوها سنشح خنولج وأبو بكر وقص بيغمر أولو لحتاولج وأبو بكر وقص ياخر سنكوساج آحيخ دش اشتدوق ويزش بيغمر خنر أبو بكر وق ديالر صلم واشل ديال إلشن خل ديال رياز أبو بكر آخيل. لقد كان حب أبو بكر لرسول الله حبا خالط شغاف قلبه وتغلغل في عروقه. أبو بكر ديال إلش ويزر مشتري إلش دقي شدخا درس دقي بخانة خوتن درس ديغي بخانة خوتن درس أزل ديال إلش دوخ ويزر درسونيو. فلم يكن مجرد إعجاب بقائد أو اتباع لمصلح. هذا لا تكون حلق بيان الله تجوا سجوس سدوح شويت يعني إيش داتر سنس يسعد يقدر ياخذ والس أزويت ياخذ إيش داتر اس أم بغداد سن بيغمر ويزره سن ديغس ملدوج دوا سيغ داين أزل دوخ ويز جوارس بيغمر يوخ. كان حبا إيمانيا يفوق النفس
مصدوش حمل شي ديزل ناخل مصدوش حمل شو بيغمر بيزجور صلى الله عليه وسلم. الحب الذي يفديه بالنفس والروح. شي ديغت سن ثانية سنة حلق شي ديغت سد على الدور اشت بيزر درس. تتجلى عظمة هذا الحب في مواقف الهجرة النبوية المباركة. اشت ازويزر قوش دي على روحون يوخ بيغمر وهجرة ديشان. حيث لم يشغل أبو بكر إلا سلامة الحب. دوحل ازديال إلش ويزر ماركا قحم ديز جواتر بيغمر أبو بكر يوخ. يروى في السير أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة تارة أمامه وتارة خلفه وتارة عن يمينه وتارة عن شماله. اشتز أبو بكر بيغمر تسا هجرة دي آروانة شان مشت بور سونيق بور اجر حلق ودرس تاخ ساقياش تحوالي تحخل رأس تحوالي خل رأس تحوالي خل رأس. فلما سأله النبي عن ذلك قال يا رسول الله أذكر الطرد فأمشي خلفك وأذكر الرصد فأمشي أمامك وهكذا. اشت بيغمر خاطر سنجو أبو بكر فل يلدع حلق ولح تح ولح متجش خوس مخوت عياش يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشن خلط تح واش دواغي حوي لوتيان از دغديخش تحش ووتسو قال كيلي ياغي حويان دغديخش حلش ووتسو اشت مسيوج اورا حن ظلم خلر قيش حلور ويغيرتش داحي ولح سيارسو. ولما وصل إلى غار حراء لم يسمح للنبي بالدخول أولا بل قال بلسان محب مشفق مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. اشتسها غاشر بشير أوتسو سنشو شبغ بيجمتك وقت نيسلش يا رسول الله تصدعش وخاصو تش فت حجلس حدعش والش يارسو. فدخل وسد جحوره وثغوره بثوبه ويده حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم وحوه. صغاشر عش يالش عرقي جوخ عيخ موخ بس سرقي جيتش بعيخلش خلش نجزجش خلش شواغ دوحش دوخ جو حماش خلش متجي صدوح شي سوفدر شي برصار كوسوكش حيوخش عرق مليال شي يلرسو يوخر كل ساعة عقو ليش ملر كل سقيلرسو. لم يكن حب أبو بكر مجرد كلمات بل كان تضحية وبذلا بلا حدود. سون بيغمر ويزر دشار سادات الأزيوخ حق دوازو در الأزيوخر أزل دوق ويزر سلس. وحينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش العسرة جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله وجاء أبو بكر بماله كله. بيغمر تبعوك يشبي أن شان أما غازو تبعوك يشبي أن شان عمر شي دولش رزقه أخذ عدل يوخر. أم بعد أبو بكر حبير يوخر شي داول جمل دو رزقه تسقد عدن حبيرس. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فأجاب أبقيت لهم الله ورسوله. يا أبا بكر يا رسول فيخي دتاتع يخي فدتاتع حي بيزلشت حيتن يخي فدتاتع يالش دريق رزق دعمدن دي عيالش أبو بكر يان دوشلق ديال رياس خلصن الله وتاو ديال الشو وتاو يخي يا رسول سيجمل رادن تزيارس. لقد وضع ماله كله في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شي ملدو مجدو رزق ديال الشن غوري راد أختر سيوخ. وشدة فرح أبي بكر هذه قصة ثانية. شدة فرح أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما أذن للنبي بالهجرة وتوجه إلى بيت أبي بكر ليخبره بالخبر ويقول إن الله أذن لي في الخروج والهجرة. ديال إلشن دال فرندن شان مكر مدينة دعوة هجرة ديان شان. لم يملك أبو بكر إلا أن يسأله بلهفة يا الصحبة يا رسول الله. بيغمر دعوة قوي خيش هجرة دي سندال بقوي خيش
أبو بكر جاء سخ ولا يوخ سنجر برون ديغر سو حينوق است خليت سو حيز دعويت سو حوسا هجت أزد درياخش فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلشنو جواب دلرسون الصحبة نوق است قوها سوس يارس أنت معي أبا بكر صوت سان قوها أبو بكر يارس فبكى أبو بكر من شدة الفرح ويلخرز يوخ جاء ويلخرز سو جاء غد وخا ويلخرز يوخ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عائشة زيوخ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ تقص حسك غد وخا اشجع ويلخش بعد جويت سرسون سدينا سيدا أبو بكر سو جاء غد وخا ويلخش إز مثل سك بعد جوين واحد سو غد وخا ويلخش يا عائشة. وفي أواخر أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. تحر دين وشكاها وي بيغمر يالر يوخ صلى الله عليه وسلم دال شين لين لعن بنب دنيا شعدر دنيا خرجة شين غرغر خرجة لعن بن بيرسو. فلم يفهم كثير من الصحابة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوق أصحابش قيت سرسو قامي الله يوخ فتحو إلشنو ياهر يعني قيتش خالصرش. ولكن قلب المحب أبا بكر رضي الله عنه إلش دوق ويزجوا ديال رياس خل أبو بكر ديجو قيت درز يوخ. فهم من المقصود بهذه الإشارة. سجش دال لور ملو خيسون. وعلم أن المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجش عن ليان لعن بنب يعني ديال إلشنو إلش سج لور ور ملو إلشنو وسر ملو دال لور ملو خير يوخ أبو بكر. فما أنهى رسول الله قوله حتى صاح أبو بكر الصديق رضي الله عنه فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. سج أبو بكر صحيح يالر إز قمل شق دالع أبو بكر محبت بيالر يوهر تو حول حلق تيدانا تيديزل تيداول جملدو حمد علود مدر واخ حيخي وصل ياخر صحيح يالر زيوخ. هذه صورة من صور الحب في الإسلام. اشت صورة دز دال وين حب عديتا بوصل دنجا خل ديزر دوا. هذا هو الإسلام. ازدق الإسلام يوخ اشت ويدوق ديزر. هكذا يريدنا الإسلام. اشت لوق ويجر إسلامه. أسأل الله أن يجمعنا على الحب وفي الحب وبالمحبة حتى نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشت وعاشي دوق ديزر خل دوي وعاشي بيزن بولش خل دوي بيغمر ساعة حن خد دولش. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. آية من القرآن أخيرا. آية من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله. يحب ديشاش آية قهوة مصص ديشش دقس دالي ديال ملك يجي پیغمبر صلوات دخشان واجه صلوات دل اندلانه yok پیغمبر دال سنده دق صلوات دخشاريق دخ دول شاريق دول دي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين.